مليون مليون مبروك للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. الأهلي السوبر، الأهلي سوبر ستار الكورة المصرية. الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه، علشان النادي الأهلي يواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في كل البطولات، سواء المحلية أو الأفريقية حتى العالمية، في ميداليات البرونزية في كأس العالم للأندية. الأهلي هو سوبر ستار الكرة المصرية وسوبر ستار الكرة الأفريقية. الأهلي هو البطل بجد، البطل الحقيقي، من غير لا شو ولا كلام ولا صداع. الأهلي دايما في الموعد، الأهلي دايما هو البطل الحقيقي. الأهلي النهاردة بيكتب كلمة النهاية في الفيلم العربي اللي عايشين فيه بقالنا سنين، وهو بيراميدز. بيراميدز خلاص كلمة النهاية كتبها البطل، كتبها الأهلي النهاردة بعد عدد من السنوات، حوالي 4 أو 5 سنين لم يضيف شيء للكرة المصرية نهائيا. ملايين، مليارات، استثمارات، كل ده في الآخر في الأرض، ولا بطولة. نادي بدأ علشان الأهلي وانتهى بإيد الأهلي. بدأ علشان مكايدة الأهلي، علشان حتة إن أنا أوقع الأهلي وإن أحارب الأهلي، ولكن ربك سبحانه وتعالى كان في الموعد. الأهلي هو من ينهي أسطورة بيراميدز، ينهي قصة بيراميدز خالص من الكرة المصرية. زي ما بنتابع كلنا في الأفلام المصرية عندنا، إن دايما البطل في النهاية هو اللي بينتصر، ودايما البطل هو اللي بياخد حقه. ده اللي حصل على طول في بطولتين ورا بعض الأهلي كتب بيهم كلمة النهاية. كاس مصر، واللي الأهلي استطاع إنه يحصل عليه لما فاز على بيراميدز في استاد القاهرة 2-1، ودي كانت الضربة الأولى. والنهارده كانت الضربة الثانية، الأهلي بيفوز على بيراميدز في كاس السوبر في الإمارات 1-0 لعلي معلول. علشان محدش يقول لك أصل كاس مصر يعني كانت مرة كده، مرة جت بالحظ، لا، مرتين ورا بعض، علشان ننهي للأبد أسطورة بيراميدز على يد البطل وهو النادي الأهلي. مبروك للأهلي النهاردة الأهلي بيقدم 120 دقيقة أكثر من رائعة. النادي الأهلي في الفترة الحالية هو السوبر ستار بجد على كل المستويات، سواء مستوى، سواء نتائج، دوري مصري، كاس مصر، السوبر سواء اللي في أول السنة مع الزمالك في الإمارات، أو السوبر النهاردة مع بيراميدز في الإمارات، بطولة أفريقيا اللي بعد الهزيمة من الهلال والخماسية بتاعت سان داونز، الأهلي كله قال لك خلاص الأهلي بره البطولة، ولكن الأهلي بيعود بقوة وبيستعد لمواجهة الترجي في نصف نهائي أفريقيا. إن شاء الله نحققها هي كمان. الأهلي في أعلى مستوياته، الأهلي في قمة مستواه، سواء على مستوى الأداء أو مستوى النتائج مع الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر. مارسيل كولر النهاردة عمل حاجة في منتهى الروعة، عملية التدوير، عملية الروتيشن. أنا مش هعتمد على مجموعة لعيبة بعينها، أنا بدي اللعيبة كلها، لأن الموسم طويل، علشان نتعلم من السنتين اللي فاتوا كانت مجموعة محددة من اللاعبين لغاية ما استهلكت بدنيا فطار الدوري في سنتين ورا بعض. النهارده شفنا محمد شريف بيبدا بدلا من كهربا، واحمد عبد القادر العائد بالاصابه بدل من حسين الشحات، والقندوسي بيلعب على حساب اليو ديانج. وبدا الاهلي المباراه بقوه، ولكن بدا بيراميدز في منتصف الشوط يدخل في المباراه ويشكل خطوره. ولكن هنا نتوقف على السد العالي، نتوقف عند سوبر شنو الشناوي النهارده اللي ليه دور عظيم في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، وتحديدا النهارده ان الاهلي يكون بطل للسوبر من اول الشوط الاول لحد الشوط الرابع، سد منيع لكل هجمات بيراميدز، وتحديدا الكره بتاعت الكورنر اللي طلعها من على خط الجون، والانفراد اللي في اخر المباراه اللي كان لفخر لقاي وطلع قفل الزاويه في الوقت المناسب. مرورا طبعا بنجم النجوم وهو الفولت العالي الكهروب، كهربا اللي نزل حرفيا كهرب الماتش. يمكن قبل نزوله كان في مشاكل في الوصول لمرمى احمد الشناوي، محمد شريف مع احمد عبد القادر، الدنيا ما كانتش ظابطه هجوميا بالشكل الكافي، لغايه ما نزل بطل القصه وبطل الحكايه محمود عبد المنعم كهربا، اللي بنقدر نقول النهارده فعلا كهربا عقده صح، كهربا عقده صح.
وده اللي ثبته النهارده من اول ما نزل، واتبدلت الكفه تماما في هجوم النادي الاهلي، خطوره على مرمى بيراميدز وهجمات متواليه لغايه ما كانت اللي يعني اهم لقطه في المباراه وهي ضربه الجزاء. اهم ما في ضربة الجزاء التوقيت، ان احنا بدأنا الاشواط الاضافية وهي كانت في اول الشوط الثالث مباشرة، اللي هو قدر يحط احمد سامي في ظهره صح. يعني نقدر نقول تاني ان كهربا حط احمد سامي في ظهره صح، وقدر يحصل على ضربة جزاء نفذها المتألق يعني نجم الفريق واسرع ديليفري في مصر وكل الالقاب اللي انت عايز تقولها، علي معلول، علشان الاهلي يتوج ببطولة السوبر للمرة ال13 في تاريخه، ويظل نادي بيراميدز 0 بطولات ولا بطولة رغم الامكانيات الكبيرة ورغم الملايين اللي بتتصرف، ولكن 0 بطولات. الاهلي بيأكد النهارده هو اقوى سكواد في مصر وفي افريقيا، دي حقيقه. علشان في ناس ساعات تروح لبيراميدز يقول لك اصل ابراهيم عادل ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وفخر لقاي وي 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 يقعدوا يعددوا اسماء، ولكن الكلام ده على الورق يا جماعه، في الملعب ما بنشوفش اي مردود ولا بنشوف اي حاجه ايجابيه خالص من اللعيبه دي، والدليل لا دوري ولا كاس ولا سوبر ولا حتى كونفدراليه اللي خرجوا من نادي مغمور من جنوب افريقيا. لما تبص لسكواد النادي الاهلي والتدوير اللي بيحصل فيه، تشوف ديانج، تشوف مروان عطيه، حتى خالد عبد الفتاح اللي نزل النهارده ادى اداء رائع، مرورا بالمجموعه كلها اقوى سكواد في مصر بجد. مبروك للنادي الاهلي النهارده، بطوله مهمه جدا وبطوله ناجحه جدا، ولا عزاء بقى الميدو وللناس اللي بتقول لك اصل البطوله اصل الرعاه هينسحبوا. الرعاه كانوا موجودين في البطوله وزادوا كمان بشكل كبير. النهارده الجماهير مفيش كرسي فاضي، بطولة ناجحة على كل المستويات، عشان في ناس يعني تخيلت اصل احنا مش هنروح البطولة هتبوظ، البطولة اتلعبت. وبحب رغم الخسارة بيراميدز اشكر ادارة بيراميدز واشكر فريق بيراميدز اللي راح ولعب بشكل مشرف، واتمتعنا كلنا النهاردة بمباراة قوية، بطولة في منتهى الروعة، التصوير والتعليق وكل شيء كان يوم كرنفال النهاردة. لكن يعني الناس اللي حبت تصبر نفسها اصل الرعاة اصل الجماهير اصل الموضوع مش هينجح، كل ده بسبب ميدو اللي سوح إدارة الزمالك وسوح جماهير الزمالك وخلاهم يخرجوا النهاردة في المشهد. كانوا موجودين النهاردة بدل بيراميدز، ولكن تسويحة ميدو هي السبب في كل اللي شفناه. بطولة جديدة للنادي الأهلي، مليون مليون مبروك، نستعد للقادم إن شاء الله لأن ده عهد الأهلي دائما. وقبل ما نختم بنقول مليون سلامة لمحمود متولي اللي خضنا عليه في المباراة، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل للنادي الأهلي. وبنحب نذكر حضراتكم إن الأهلي إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية عنده مباراتين في منتهى الأهمية مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. والخبر السعيد لجماهير النادي الأهلي واللي كان أيضا متوقع بسبب أحداث الشغب اللي حصلت في مباراة الترجي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، قرر الاتحاد الافريقي ان الترجي التونسي هيلعب مباراتين بدون جمهور. طبعا اول مباراه هي مباراه الذهاب بين الترجي والاهلي اللي هتتلعب في تونس، ودي بشرى عظيمه ان احنا نلعب في ملعب رادس مع الترجي بدون جمهور، ثم بعديها ان شاء الله مباراه العوده في القاهره علشان نقدر ان شاء الله نسهل الدنيا على نفسينا ونحسم تذكره الصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا ونكمل المسيره باذن الله للبطوله رقم 11. في النهاية بحب أشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك أول مرة بتشاهدنا ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.